في ضلمة ما بتتشافش بالعين، ضلمة الصحراء بالليل، ضلمة واسعة وساكتة ومرعبة، وساعات في قلب الضلمة دي بيظهر نور أخضر غريب ممكن يبقى بيرقص في الهواء. البدو بيسموه أبو فانوس، وبيقولوا إن النور ده مش مجرد نور، ده فخ بيصطاد التايهين وبياخدهم لعالم تاني مفيش منه رجوع. لو الفيديو ده وصل لكم يبقى انا خلاص ما بقتش موجود. ده كان صوت فارس، صحفي ومصور فيديو متخصص في الظواهر الغريبة. في اخر تسجيل صوتي لقوه على تليفونه. انا في صحراء السرابة ماشي ورا النور الاخضر هو قدامي دلوقتي، بس انا مش لوحدي، في اطفال شكلهم غريب واقفين جنبي، وفجأة في صوت صريخ بقى موجود. الرسالة دي كانت نهاية قصة فارس وبداية لغز اكبر بكتير. قبلها ب4 شهور فارس كان مهووس بقضية اختفاء شاب اسمه رمزي كان باحث وكان بيعمل مشروع عن ابو فانوس، واختفى في صحراء اسمها السرابة. الشرطة ما قدرش توصل لأي حاجة، والقضية اتقفلت ضد مجهول. فارس اللي بنى سمعته على مطاردة الحاجات اللي محدش كان بيصدقه فيها اصلا، شاف في قصة رمزي فرصة العمر. قرر يروح بنفسه لنفس المكان اللي اختفى فيه رمزي. كان عايز يوثق الظاهرة دي ويثبت انها حقيقة. سافر لوحده ومعاه كاميرته وموبايله بس، وشوية عزيمة وجنان في دماغه. كان فاكر انه بيطارد قصة، ما كانش يعرف ان القصة دي هي اللي هتجيبه. الساعة 2:30 الفجر فارس كان واقف في وسط قلب الصحراء، الهواء كان خفيف والرمل بيتهز حوالين رجله، وفجأة ظهر نور اخضر غريب جاي من وسط كوم ضلمة. فارس قلبه دق بسرعة، بس الكاميرا كان ماسكها وبيسجل. النور بدأ يتحرك ناحيته ببطء، وفجأة ظهر جنبه طفل صغير، ملامحه مش باينة، كأن جسمه محروق. المشهد ده كان كفيل يخلي أي بني آدم طبيعي يهرب، بس فارس كان فضوله أقوى بكتير من خوفه. قبل ما يدخل في عمق الصحراء عدى على آخر قهوة كان قاعد فيها ناس على الطريق، مكان قديم ريحته شيح وبهارات قديمة. الرجالة اللي كانوا قاعدين أول ما شافوه غريب بصوله بصات مش مريحة. فارس قعد وطلب شاي وقعد يتكلم مع الناس حوالين قصة أرض السرابة دي. الراجل العجوز صاحب القهوة أول ما سمع إن فارس رايح صحراء السرابة دي ساب اللي في إيده وجاله جري. قال له: أنت رايح تفتح باب مقفول بقاله سنين؟ فارس حس إن دي بدايات الخيط، وقال له: يا حاج أنت شفت النور ده قبل كده؟ الراجل بص حواليه ووطى صوته وقال له: النور ده يا ابني ما بيدورش على التايهين عشان يرشدهم، ده هو اللي بيتوههم. من 10 سنين كنا راجعين من السفر بالليل انا واخويا كان عندي، فحب يتحدى الصحراء، واول ما شاف النور ده جري وراه عشان يشوف هو النور ده جاي منين، وانا بنادي عليه: تعالى ارجع، بس ما سمعش ليا، واخويا راح مرجعش. فارس تجاهل كلام الراجل العجوز ده تماما وقال: ده عواجيز وبتخرف. سمع صوت جاي من كل حته حواليه، صوت بيقول له: اللي بيجي هنا لازم يختار، يا يكمل يا يموت. فارس في وسط ما هو بيقلب في تليفونه لقى في فيديو الرمزي، الشاب اللي اختفى في الاول بيقول فيه: انا شفتهم، انا سمعتهم، انا خلاص بقيت واحد منهم. ده كان اخر فيديو لقوه الرمزي على تليفون فارس. رمزي كان بيصور نفسه وهو جوه كهف غريب، وعينه كان فيها لمعان اخضر، وجسمه كان باهت وتحس ان هو بقاله كتير ماكلش. وكمل في الفيديو وقال: الباب اللي بيتفتح ما ينفعش يتقفل تاني. فارس وهو في الصحراء كان معاه نسخة من الفيديو ده على تليفونه، كان بيحاول يفهم هو رمزي شاف ايه بالظبط علشان يتجنبه. رمزي في الفيديو ده كان بيحكي ان هو دخل جوه اعماق الصحراء وشاف النور الاخضر ده لحد ما النور ده جري ناحية كهف مظلم ريحته تراب ومطره خفيفة. جوه الكهف شاف حيطان فيها رسومات وحاجات مرعبة كأن ذكريات ناس كتبتها والناس دي ماتت. وشاف رؤية لواحد من الناس اللي ضلوا قبله، راجل بدوي ماشي ورا النور ومراته وعياله بيندهوا عليه من بعيد، بس هو مش سامعهم. كان النور واخد عقله وودانه كأن النداهة ندهته. شاف الراجل وهو بيقع على وشه على الرمل، والرمل بيبدأ يبلعه بالراحة لحد ما الراجل ده اختفى. كل ده كان في أحلام رمزي. وفي نص الكهف كان في فانوس قديم متعلق بينقط زيت اسود كأنه دموع عمالة بتعيط. رمزي بدأ يشوف هلاوس، بس دي ما كانتش هلاوس، أطفال محبوسين في غرفة ضلمة، ناس بتدفن وهي عايشة. كل ده كان رمزي بيحكيه في الفيديو اللي كان موجود على تليفون فارس. في آخر الفيديو رمزي كان منهار وهو بيقول: أنا مشيت ورا الصوت، أنا أبو فانوس وأنا اللي رجعت النور. جملة محدش فهم معناها أبدا. وفجأة فارس في وسط الصحراء سمع صوت جاي له من بعيد بيقول له: مين فيكم اللي عليه الدور؟ فارس اتخض، هو شكل الموضوع بجد ولا ايه؟ انا كل ده مفكر رمزي عمل مصيبه واختفى وخلاص. صوابعه كانت متلجه، عايز يدوس على زرار الكاميرا عشان يسجل اللي بيحصل بس خايف يدوس. افتكر كلام واحد شيخ اسمه بشير، واحد من البدو العواجيز اللي فاهمين في اسرار الصحراء، واللي قابله قبل ما يدخل جوه القهوه. الشيخ بشير حكى له عن حديث نبوي بيحذر من الغيلان، والغيلان دي هي كائنات بتضل الناس في الصحراء، وقال له: لو شفت حاجه تخوف
قول الأذان وأذن، الأذان بيطردهم. فارس ما كانش مقتنع قوي بالكلام ده، بس افتكر كلام الشيخ في نفس الوقت اللي لقى فيه كل الأجواء دي بتحصل حواليه. في اللحظة دي ما كانش قدامه حل تاني غير إنه يقتنع بكلام الشيخ وأذن بجد. بمجرد ما النور الأخضر ده سمع صوت الأذان، النور ولع كأنه اتكهرب، والأطفال كلهم حاطين إيديهم على ودانهم كأنهم بيتألموا، وبعدين طفى والراجل والأطفال دول اختفوا تماما من جنب فارس، بس سابوا وراهم حاجة على الرمل. فارس قرب من الحاجة اللي هم سابوها، لقاها شنطة قديمة ومطربة، دي نفس الشنطة اللي كانت في الفيديو بتاع رمزي. الشنطة دي ظهرت مع رمزي في الفيديو كذا مرة. فتحها بسرعة، ما لقاش فيها أي حاجة غير فانوس صغير. فانوس كان مع نفس الراجل الطويل اللي كان بيرعب رمزي في الفيديوهات، بس لما مسكه لقى الفانوس بينور نور أخضر خفيف، ده لسه شغال. الرعب سيطر على فارس تماما، لم الشنطة بسرعة وجري من وسط الصحراء وهو مش باصص وراه. الشيخ بشير كان فعلا بيحذره من حاجة ممكن تموته، وافتكر كلام الشيخ بشير لما قال له إن أبو فانوس يا ابني مش بيقتل ضحاياه، هو بيحبسهم. فارس كان فاكره بيخرف، بس دلوقتي شاف الدليل بعينه. فضل يجري في الضلمة ساعات وهو حاسس إن في خطوات وناس بتجري وراه. صوت الأطفال والعيال الصغيرة وهم بيجروا كان جوه ودانه حرفيا، يبص وراه ما يلاقيش حد، لحد ما شاف نور عربية جاي من بعيد وعرف إنه أخيرا نجي. كان فاكر إنه نجي، بس ما كانش يعرف إن اللعنة لزقت فيه. بعد كام شهر نزل كتاب جديد في السوق، عالم أبو فانوس، رحلة الصحفي اللي بيوثق الظاهرة الجديدة. الكتاب عمل ضجة كبيرة، الناس كانت منقسمة، بتقول إن دي حقيقة وناس بتقول إن دي خرافات وتفسيرات علمية. بس الغريب إن الكتاب اتسحب من المكتبات بعد فترة قصيرة، والمؤلف فارس اختفى. فارس ما كانش عايز ينشر الكتاب، هو كان بيحاول يوصل رسالة بس، ان يا جماعة ما تخشوش الصحراء بالليل لوحدكم. بعد ما رجع فارس ما بقاش عارف ينام، كان بيشوف النور الاخضر ده في انعكاس ازاز كل حتة في الشقة عنده، بيسمع صوت الاطفال في ودانه كل يوم، وكان بيصحى يلاقي ايده مليانة رمل كأنه كان بايت جوه الصحراء. وكانت سمعة فارس ما شاء الله منيلة ب60 نيلة، ان هو خلاص الراجل ده بقى لاسع، لحد ما قرر في يوم من الايام ان هو يوري صاحب المطبعة ده التسجيلات والصور اللي كانت معاه، والناشر ساعتها وافق ان هو ينزل الكتاب فعلا. نشر فيه كل التسجيلات والصور عن حكاية أبو فانوس، ومحدش كان يعرف فارس اختفى ازاي. بس في إشاعة بتقول إن آخر ليلة شافوه فيها كان ماشي في الشارع بالليل ووراه طابور طويل مليان أطفال. دي مجرد ظاهرة طبيعية اسمها فانا مورجانا. ده كان كلام دكتور فيزياء في برنامج تلفزيوني وهو بيعلق على قصة اختفاء فارس. سراب بصري بيحصل بسبب طبقات الهواء المختلفة، مفيش لا أبو فانوس ولا في عفاريت أصلا. لكن كلام الدكتور التفسير العلمي كان منطقي ومريح، بس ما كانش بيفسر اي حاجه. كتاب فارس اول ما نزل عمل زلزال، ناس كتير من كل حته في العالم العربي قالت انها شافت نفس النور اللي فارس كان بيتكلم عنه في الكتاب ده. والاسلام نفسه فيه حديث عن الغيلان اللي بتضلل الناس في الصحراء. التفسيرات العلميه كانت بتقول انها ممكن تبقى مجرد بلازمه ارضيه او غازات متوهجه زي الميثان والايثان، ولو كانت مجرد ظواهر طبيعيه فايه التفسير ورا اختفاء واحد زي رمزي وواحد زي فارس؟ ولو كل ده هري والناس عماله بتهري وخلاص، ليه الناس دي ما تطلعش تكدب الموضوع؟ وايه تفسير الفيديو اللي صوره رمزي وهو جوه الكهف ده؟ وايه تفسير الفانوس المهجور اللي لسه بينور لحد دلوقتي جوه شقه فارس؟ القصه خلصت، بس الظاهره لسه موجوده، ولسه لحد دلوقتي ابو فانوس بيتوه الناس. والسؤال دلوقتي، هل ابو فانوس هو مجرد نور ولا لعنه ماشيه وسط رمل؟ حكايه رمزي وفارس هي مجرد قصه بيحكوها الناس عشان يخوفوا بيها بعض، بس البدو اللي عايشين في الصحراء لسه مؤمنين لحد دلوقتي ان في بجد ابو فانوس، لسه بيحصنوا نفسهم بالاذان واذكار ربنا، لانهم عارفين ان الصحراء ليها اسرارها وليها سكانها اللي لا ينفع نشوفهم ولا ينفع نكلمهم.